موضوع صفر مريم. صفر. مين مريم دي اللي هزت الحكومه كلها علشان ما جاوبتش خدت صفر؟ ويجتمع وزير العدل ورئيس الوزراء وعايزين يشيلوا وزير التربيه والتعليم. هو في يا جماعه؟ ويجي الطب الشرعي يقول ايوه ده توقيعها وده خطها بتاع السنه اللي فاتت هو السنه وتاخد صفر. ايه يا جماعه في ايه؟ ايه البلد اللي بقت ضعيفه دي؟ ايه الحاجه المستفزه دي؟ مين مريم دي اللي رئيس الوزراء يستقبلها ويقول لها حقك علينا يا بنتي، احنا غلطنا في حقك وهنعيد خلاص احنا عندنا بتاع 10,000 واحد شاكك في نتيجه الثانويه العامه. يا جماعه ما ينفعش البلد تبقى كده، ما ينفعش البلد تبقى كده، البلد لازم تفوق. يعني انا مع احترامي لمريم وعيله مريم، واحده واخده صفر يا خالد. البلد بقى لها 10 ايام نايمه وصاحيه، لا اكتشاف غاز طبيعي ولا رحله الرئيس في الصين ولا اتفاقيه موسكو. بص يا سياده المستشار، ظلموها يا سياده المستشار، انا عايز اقول حاجه بمنتهى الصراحه. ايه القرف ده؟ انا دايما لما بفكر بعقلي، تمام؟ يعني اي موقف بيحصل بفكر بعقلي، فبقعد اقول هو ليه الدوله هتدي مريم صفر؟ يعني ليه؟ اشمعنى مريم؟ طب وهو ليه تختار مريم؟ طب وهل فكره يعني البنت المناضله المكافحه اللي كانت ضد النظام ولا مثلا او كانت في رابعه يعني وبيظلموها، يعني عيب بقى يا جماعه بقى يا سياده رئيس الوزراء، انت راجل محترم. وهل في ورقه ثانيه اتحطت يعني ولا ايه؟ وجيب لها وزير عدل ووزير تربيه ويقول لك وزير التربيه والتعليم يستقيل عشان مريم مين وبتاع مين؟ عرفنا بقى البلد فيها مصايب سوداء. طيب